تحياتي وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج لفة ومنرجع. حديثنا اليوم راح يكون عن 3 محاور أساسية وهن: دوناروما يقترب من مانشستر يونايتد، كومان على رادار النصر، ودي بروين يعود للتألق. بتمنى إذا عجبتكم الحلقة تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة، ويلا نفوت على التفاصيل. بداية، محورنا راح يكون عن دوناروما ووجهة مفاجئة نحو الأولد ترافورد. جانوليجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان وأحد أبرز نجوم الموسم الماضي بات قريب جدا من مغادرة حديقة الأمراء رغم فوزه بدوري الأبطال وتألقه اللافت اللي يضعه ضمن أبرز المرشحين للفوز بجائزة ليف ياشين لأفضل حارس مرمى. إلا أن الحارس الإيطالي لم يتوصل إلى اتفاق مع إدارة نادي باريس سان جيرمان لتجديد عقده اللي بينتهي صيف 2026. وفقا لتقارير صحيفة ميرور البريطانية، قد أعطى دوناروما الضوء الأخضر لوكلاء أعماله من أجل الانتقال إلى مانشستر يونايتد، وأيضا أعطاهن الضوء من أجل بدء التفاوض النادي يلي ما عنده أي مشاركة أوروبية في الموسم المقبل. ويعود سبب هذا الشيء إلى نهاية الموسم بالمركز 15 بالنسبة للشياطين الحمر اللي كان موسمه سيء بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لكن برغم هي التضحية الكبيرة من الحارس، إلا أنه يرى أن مشروع المدرب أموريم يستحق خوض التجربة الجديدة والمجازفة في المستقبل، خاصة بعد تعاقد يونايتد مع عدة لاعبين مهمين مثل سيسكو ومبريمو وكونيا. مثل ما نحن شايفين أنه مانشستر يونايتد هو بحاجة وبشدة شديدة لحارس جديد في صفوفه، خاصة بعد ما شفنا مواسم أندري أونانا السيئة واللي فيها إصابات كثيرة، والحارس يلي ما أضاف أي شيء لمانشستر. ولكن التحدي الأكبر هو بداية موسم مانشستر وانطلاقة الدوري، حيث عنده مواجهات جدا جدا قوية، بداية من أرسنال ثم مانشستر سيتي ثم ليفربول وتشيلسي. فالتعاقد مع دوناروما أصبح مطلب أساسي للفريق، وخاصة أنه سعر الحارس 30 مليون يورو في سوق أصبحت فيه الأسعار مجنونة. لكن إذا نظرنا إلى الموضوع من زوايا أخرى، ممكن يكون هذا الانتقال له ميزة ويعطي توازن لخط دفاع مانشستر يونايتد اللي يعاني من اهتزازات في المواسم السابقة، خاصة منذ رحيل السير أليكس فيرغسون عن الفريق. ولكن خلونا نشوف وننتظر. في حال وصول دوناروما، هل ممكن يعود الشياطين إلى المنافسة المحلية والأوروبية؟ وهلأ منروح على المحور الثاني: كومان والنصر، خطوة عربية جديدة لنجوم أوروبا. من جهة أخرى، النجم الفرنسي كينغسلي كومان يتجه الآن إلى تجربة جديدة في الأراضي السعودية، خاصة مع نادي النصر السعودي. وبحسب بعض تقارير صحفية من صحيفة بيلد الألمانية المقربة من بايرن ميونخ، نادي النصر لم يقدم أي عرض رسمي من أجل التعاقد مع كينغسلي كومان حتى الآن، ولكن النادي السعودي بده اللاعب بشدة ويحلم بالتعاقد معه، خاصة أنه النادي النصر شايف بكينغسلي فرصة للمنافسة على دوري روشن السعودي، بالإضافة إلى أنه اللاعب عنده نفس وجهة النظر، خاصة مع وصول الكولومبي لويس دياز إلى صفوف البافاري. اللاعب عم يشوف أنه ممكن فرصته تقل ولازم يبحث عن بدائل جديدة. لكن يبدو أنه نادي النصر عنده مسح حقيقي، خاصة بعد صيف ساخن وقوي من النادي السعودي، بداية من التعاقد مع جواو فيليكس من تشيلسي مقابل 30 مليون يورو، وبعد التعاقد المجاني مع إنيغو مارتينيز لاعب نادي برشلونة السابق. واليوم عم يكمل خطواته بالتقدم والتفاوض مع كينغسلي كومان نجم بايرن ميونخ اللي أمضت 10 سنوات أو عقد من الزمن مع الفريق البافاري، حقق فيها العديد من الألقاب المحلية والأوروبية، أهمها 9 دوري 3 كأس ألمانيا وواحد دوري أبطال أوروبا سنة 2020 أمام باريس سان جيرمان فريقه السابق، واللي هو حسم اللقاء فيه. لكن إذا بدأ التفاوض يجب على كومان الموافقة. اللاعب فعليا بحاجة إلى دور جديد وتحدي جديد، بالإضافة إلى كتابة فصل جديد في مسيرته. وهلأ بنروح على المحور الثالث: دي بروين، عودة القائد إلى الواجهة من بوابة نابولي. في إيطاليا تبدو الجماهير عم تعيش حالة من السعادة والفرح، خاصة بعد التعاقد مع أفضل صانع لعب أو أحد أفضل صانعي اللعب في العقد الأخير من الزمن، البلجيكي كيفن دي بروين. اللاعب اللي رحل عن مانشستر سيتي بعد 10 سنوات من الإنجازات والبطولات، لأنه نادي وإدارة مانشستر رفضت التجديد للاعب بسبب بلوغه
سن متقدم يصعب عليه مجاراة رتم الدوري الإنجليزي السريع. لذلك يبدو أن البلجيكي اختار خوض تحدي جديد في الدوري الإيطالي مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي. ولكن دي بروين يبقى دي بروين. في ظهوره بمباراة جيرونا يوم أمس اللاعب لم يخيب أمال الجماهير، دخل سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة. لكن أجمل ما في الأمر هو تناغمه السريع مع زميله روميلو لوكاكو الذي أعاد للأذهان الأيام الماضية رفقة المنتخب البلجيكي. اللاعب إذا استمر بهذا المستوى راح يثبت لإدارة مانشستر سيتي إنه أنا لساتني مثل ما أنا، ما تغيرت وما أثرت فيني الإصابات حتى رغم التقدم في العمر. هذا الشيء لم يؤثر فيني. ولكن إذا نظرنا إلى وسائل الإعلام الإيطالية نراها غاضبة جدا من بيب غوارديولا. الجماهير الإيطالية ترى أن المدرب الإسباني غوارديولا وإدارة مانشستر سيتي هي من تخلت عن اللاعب وأعطته بشكل مجاني لنابولي وقدمته على طبق من ذهب. إذا سألنا أنفسنا ليش جماهير نابولي والفريق سعيدين بوصول دي بروين خاص وأيضا أنطونيو كونتي، السبب بسيط وواضح. الفريق عنده حملة دفاع عن لقب الكالتشيو اللي حصل عليه الموسم الماضي. نابولي لن يستعد للتفريط في هذا اللقب أبدا. الختام منقول ما بين الحراس المخضرمين والمهاجمين المميزين تستعد الملاعب الأوروبية والآسيوية والعربية والعالمية لاستقبال موسم مثير ومليء بالمفاجآت. انتقالات مثل دوناروما إلى مانشستر يونايتد وكومان إلى النصر وعودة دي بروين إلى الأضواء مع نابولي تؤكد أن لعبة كرة القدم لا تتوقف، وهي دائما مليئة بالإثارة، والإضافة إلى أن النجوم دائما يبحثون عن الأفضل وعن آفاق جديدة وعن منافسات جديدة. هون نحن بنوصل لنهاية حلقتنا. بتمنى إذا عجبتكم الحلقة تشاركونا آراءكم بالتعليقات وتضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات وتشيروا الحلقة عن كل أصدقائكم وتضلوا بخير والسلام عليكم.